بغيتي يا اختي تغطي دوك الشيبات اللي عندك وكذلك تصبغي الشعر ديالك بلون بني، تبعي لي هاد الوصفه هذا اختي اللي غادي تعطيك نتيجه ولون واعر وتغطي لك الشيب، وفي نفس الوقت وصفه اللي كتعالج الشعر من التساقط. اول مكون كديروا ليا البنات في كسروله القشور ديال الرمان، وكتضيفوا معلقه ديال القرنفل او المسمار وكذلك معلقه ديال البابونج. صافي البنات كتضيفوا عليهم كاس كبير ديال الماء، كديروا هاد المكونات هادو حتى كيغلاو معكم مزيان مزيان بهذا الشكل هذا، حتى كيتغير اللون ديال الماء تماما بهذا الشكل هذا. صافي الغزالات ديالك كتصفيو لي المكونات هكا في واحد المقله ولا كاسروله المهم، وكتضيفوا 2 معالق ديال النشا البنات اللي هي مايزينا. صافي الغزالات ديالك كتخلطوا مزيان، وهنايا غادي نضيف البنات قياس هكا واحد 3 المعالق ديال الحبه السوداء اللي مطحونه. صافي البنات وصفه اللي ما شاء الله. وبهاد المكونات باش حضرنا هاد الوصفه هذه راه ماشي غير صبغه وكتغطي الشيب، راه كتعالج لينا الشعر ديالنا البنات من التساقط وكتكتف لينا الشعر. اخر حاجه البنات من بعد ما كنديروا الوصفه ديالنا على النار حتى كيعقدوا معنا المكونات، اخر حاجه غادي تضيفي ليا 2 معالق كبار ديال الحنه البنات ديال الشعر. صافي البنات وضيفوا معلقه ديال عصير الحامض او الخل الابيض اللي متوفر. صافي اختي وغادي تخلطي الوصفه ديالك مزيان وغادي تطبقيها على الشعر ديالك بالكامل، وغادي تخليها 2 سوايع وردي عليا.